هو إيه اللي يخلّي الدولة تسحب الأرض أو المشروع من المطوّر؟ هنلاقي إن في قطع أراضي كتير بتتسحب دلوقتي من مطوّرين، سواء بقى في الساحل أو في الdestination في غرب القاهرة أو في شرق القاهرة. آخرهم يعني بس مش أكيد الأرض بتاعة مارينا بتاعة شركة SED المصرية السعودية، بس مش أكيد يعني ممكن يكون متأكد اليومين الجايين. الفكرة كلّها ليه الدولة أصلًا بتسحب أرض من المطوّر؟ هو بيكون في كذا عامل. أول حاجة إن المطوّر ما سدّدش الأقساط بتاعة الأرض، طبعًا إحنا عارفين إن أصلًا أي مطوّر بيخش ياخد قطعة أرض بيكون واخدها بنظام التقسيط مش كاش، بيدفع جزء وبيقسّط جزء من السيولة اللي بتيجي له من العملا. تاني حاجة إن المطوّر خد الأرض خلاص وما بدأش إن هو ينفّذ المشروع بتاعه أو ما التزمش بالجدول الزمني، ففي تأخير من ناحية المطوّر والتأخير ده غير مُبرر، ساعتها الدولة بتبتدي إن هي تاخد إجراء وتسحب الأرض من المطوّر. تالت حاجة ودي الأهم إن المطوّر ما خلّصش الورق بتاع المشروع، في ورق ناقص سواء بقى تراخيص أو قرار وزاري، وده ما لوش دعوة بإن المطوّر يبني أو لأ، هو المطوّر ممكن ما يكون يعني في ورق لسه ناقص عنده ويبني المشروع عادي أو يبتدي إنشاءات في الأرض سواء بقى حفر أو construction، بس لو ما خلّصش الورق في مدة زمنية معيّنة بيبتدي الأرض تتسحب منّه. البُنا ما لوش علاقة بالقرار الوزاري، ممكن القرار الوزاري مطوّر مطلّعه من قبل ما ينزل بالمشروع أصلًا، وفي مطوّر بيطلّعه أثناء ما هو بيbrand أو بيlaunch للمشروع بتاعه. رابع سبب المطوّر غيّر النشاط بتاع قطعة الأرض، يعني ممكن تبقى قطعة الأرض دي أصلًا هي التخصيص بتاعها سكني والمطوّر ينزل بيها بمشروع إداري أو مشروع إداري، فساعتها هو مخالف لاشتراطات البناء، وساعتها في الوقت ده برضه الدولة بتبتدي إن هي تسحب منّه قطعة الأرض.